السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل والسعادة والورد على عيونك حبايب قلبي. ما تحرمش منكم أبدا أبدا أبدا، ولا من كومنتاتكم الجميلة، ولا من دعواتكم الحلوة ليا. خليكم كده جنب أختكم كده، اقفوا معاها. عايزاكم كده، عايزة القناة يعني، عايزة أوصلها بس يا حبايب 10,000. فخليكم معايا كده مكملين. متنسوش بقى تحطوا اللايك كده، عشان انا فاتحاها اصلا، يعني مش فاتحاها عياء يا حبايبي. انا فاتحاها باب رزق ليا ولولادي، مش اكتر ولا اقل. ماشي. يعني انا قلت اعمل قناة عشان خاطر تبقى جنب ولادي في البيت، حوالين ولادي، ما اروحش واشتغل او كده. الشغل متاح في كل مكان عامة يعني، بس ولادي مش هلاقوهم، يعني ما فيش حد هياخدهم مكاني، ما فيش حد هيقضي طلباتهم. فعشان كده انا قررت ان انا افتح القناة، ففتحها باب رزق. فادعولي كده ربنا يرزقني كده. انا بقالي سنتين وشهر او سنتين وشهرين فاتحه القناه. فربنا يرزقني كده ويرزقكم جميعا، وينول لكم كل اللي في بالكم، ويحقق لكم كل امنياتكم. طب خليكم جنب اختكم كده، وقفوا جنبها. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك كده، تحطوا لي لايك، ولسه مشتركش انا قناه منوعات الغندوره. تشتركي فيها كده، ده فضلا وليس امرا، تنوريني بدعمكم. واللايك ده بيفرح قلب اختكم، والاشتراك بيفرحني برضو، والكومنت بيفرحني. ففرحوني كده واشتركوا، وفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا اي فيديو انا بنزله. ومعاكم وبيكم مكملة، وبإذن الله بإذن الله كده مكملة معاكم، وبإذن الله القناة تكبر بيكم وبدعمكم ليا. انتوا بعد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يكرمني ويكرمكم جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يعني ايه، وما تنسوش بقى تدعوا لي كده. ربنا يكمل لي حمل على خير كده، ويقومني بالسلامة كده لولادي، اربيهم كده. اب ام لثلاث اولاد، يبقى ربنا يكمل لي حمل على خير يا رب، يكمل لي ولدت على خير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. انا لما بغيب عنكم بغيب غصب عني، بس انا يعني كل مره بقول ان انا هنزل فيديوهات كل يوم يا حبايبي. بصراحه ما بقدرش ان انا انزل كل يوم. وبصراحه بمل لما بنزل فيديو والفيديو ما بيجيبش مشاهدات. بتعب وبمل، لكن لو بجيب ببقى نفسي في نفس اليوم انزل تاني بصراحة. والقنوات كلها عارفين اللي زيي، اللي مشاهداتها مثلا مش كتير زيي، عارفين الفيديو اللي بيجيب مشاهدات بيحب ينزله في نفس اليوم. لكن ما بيجيبش، انا بصراحة بمل وبقعد يومين تلاتة لما بنزل، ببقى غصب عني. فكملوا معايا كده، واشتركوا كده في فيديوهات مع اصحابكم، مع اخواتكم، مع حبايبكم، مع تليفونات البيت كلها بالاشتراكات كده، وزودوا لي المشتركين واللايكات ايه، كل حاجة حلوة. ربنا يكبر خواطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. كملوا كده معايا القناة كده تكبر بيكم بعد ربنا سبحانه وتعالى. متنسوش بقى تحطوا لي لايك ودعوة حلوة من قلوبكم. ربنا يسعد قلوبكم جميعا. متنسوش تدعوا لابويا وامي وموتانا اجمعين، ربنا يرحمهم يا رب، وربنا يلطف بينا، اللهم امين يا رب العالمين. ويحسن ختمتنا، اللهم امين يا رب العالمين. وما دام الا وجه الله، ومش دايم الا الكلمة الطيبة، مش دايم الا الخير والمعروف. بس كده، لا دايم فلوس، ولا دايم اي حاجة، ولا دايم قنوات، ولا دايم اي حاجة، ولا دايم يعني. بصوا، ما دايم الا وجه الله. فانا دخلت معاكم كده الدخلة دي عشان انا كان نفسي اتكلم معاكم واقول لكم على كل حاجة جوايا. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك كده ودعوة حلوة من قلوبكم، وندخل على الفيديو كده كله نشاط وحماس. طبعا انا هو الروتين ده يعني كل يوم. انا بصراحه يا حبايبي، البلد اللي انا فيها هي بلد ارياف. متنسوش بقى تحطوا اللايك لروفة، حبيبه قلب ماما، بتساعدها طبعا، هي بتبقى عايزه تساعدني في كل حاجه يا حبايبي، بس لسه صغيره، مش عايزه اشيلها المسؤوليه. وغير كده كمان يعني مش هتعمل زي ما انا بعمل. انا ليا طريقه كده في شغلي كده. فانا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا ده الروتين بتاعي كل يوم. نفسي اغير. البلد اللي انا فيها بلد ارياف اصلا، مش فيها يعني، مش يعني بصي يا حبيبي، مش فيها مميزات. مش فيها حاجات ان انا اصور فيها. انا نفسي اصور لكم في اماكن حلوة، نفسي اخرج، نفسي اروح، نفسي اجي، بس غصب عني والله. ربنا بس يكرمني كده وينتعني بالسلامة، وان شاء الله باذن الله كده اعمل لكم فيديوهات جميلة، واعمل لكم فيديوهات حلوة.
وبيكم معاكم مكملة بإذن الله حبايبي واخواتي على راسي من فوق. طبعا في الوقت ده انا كنت رايحة اودي ريان الحضانة، بس كنت تعبانة جدا جدا. اخر شهرين دول يا حبايبي انا بيجيلي وجع بصراحة يعني. انا في الثامن لسه، يعني ما بدأتش في التاسع. ده طبعا محل ابو حمزة، وانا كنت معديه كده بودي ريان الحضانة، فقلت ايه اديكوا لقطة كده. كنت برضو رايحة مشوار تاني، فقلت برضو اصور لكم. كنت رايحة يا حبايبي اجيب التموين بصراحة، فقلت اصور برضو، عايزه اصور لكم اليوم كامل كده متكامل، واقول لكم انا رايحه فين وجايه منين. طبعا وديت ريان الحضانه، كنت خلصت شويه شغل كده في الشقه، وبعد كده رجعت رحت جبت ايه التموين وكده، فقلت اصور لكم برضو وانا ماشيه. طبعا انا كده طلعت وما لقيتش تموين يا حبايبي والله. طبعا التموين بتاعي يعني ايه، هو مش كتير، هو فرد واحد في البطاقه، ابو رهف بس هو اللي في البطاقه مش انا. طبعا رهف بقول لكم كاتبه ايه، كاتبه افتحي الباب كده يا ماما، كانت كاتبالي ماما حبيبه قلبي وروحي مش عارفه ايه كده على الباب ومعلقاها بره. فبتقول لي ماما مش تطلعي، قلت لها لا هطلعها. كاتبه يا ماما حبيبه قلبي وروحي ومش عارفه ايه، ومطلعين عيني هم في الوقت ده، مطلعين عيني اصلا يعني. فدخلت بقى المطبخ، هم كانوا طالبين مني بانيه بصراحه، البنات الولاد رهف وريان. فطبعا يا حبايبي انا ببقى نفسي اجيب لهم حته من السما بصراحه يعني، ببقى نفسي اعمل لهم الحلو كله. زي اي ام نفسها تعمل لاولادها الحلو كله. فربنا يعطينا يا رب ويرزقنا ويعطينا كده ون ايه ونجيب لهم الحلو كله. طبعا أنا رحت جبت زبادي، اجيب زبادي حبايبي وطلبات كده من المحل، لقيت الحاجه غاليه جدا. فانا كان عندي بصراحه لبن رايب، بس لبن حلو طعمه حلو، اكيد لازم يبقى طعمه حلو. لبن رايب، وكنت حاطاه في كيس كده، وكنت اعمل بيه معجنات ولا حاجه. طلعت الكيس واخدت منه شويه، واخدت منه شويه عشان ان انا احطه واعمل التتبيله بتاعت البانيه. فبصوا كان زي العسل، بصوا عسل يعني الجيش قال لك اتصرف. هروح اجيب علبه زبادي قد كده، انا عندي يعني اكتر من علبتين ثلاثه لبن رايب. لبن رايب في الايه، في في الفريزر. فطلعته كده واخدت منه برضو قيمة زبدية كده، وحطيت 3 4 فصوص توم وحبيتين طماطم، وطبعا بصلاية وشوية بهارات، وشوية زيت وشوية خل وكده وعصرتين ليمونة. كل الحاجات دي كلها وشوية ملح. وبعد كده تبلت البانيه فيها واسيبها كده على جنب، هي حمرا عشان الطماطم، لان الطماطم اللي كانت عندي كانت حمرا جدا. وعينه كده في التلاجة يتبل براحته مع علاجية الولاد من الدروس ومن الحضانة. أكون أنا بطلع بقى أحمره. وكنت جايبة شوية عنب يا حبايبي كده أكلهم بصراحة، أو لريان مش ليا كمان. لما يجي من الحضانة قال لي أنا جعان يا ماما، وببقى إيه السندوتش بتاعه مش بيبقى ياكله وبعدين بيبقى جعان. فجبت له شوية عنب بقى، ودخلت بقى إن أنا إيه خلاص كده أطبخ الرز. طبعا يا حبايبي أنا هعمل لهم رز بسمتي. ورهف وريان ما بحبوش البصل في الرز البسمتي خالص، لان انا جربت الطريقه دي، جربتها وايه وعارفه ان ولادي بيحبوا ايه. فعشان هم ولادي بيحبوا ايه انا بعمله ساده، يعني بحط الزيت يقدح كويس، وبعد كده بحط فيه البهارات اللي هو الليمون اللي هو المجفف، وال والورق اللورة وال والكباب الصيني ماشي، والكركم. واحطه كده مع بعضه كده يدي طعم يطلع الريحه بتاعتهم كده. وبعد كده اكون غاسله الرز ونقعاه، وبعد كده بجيب احط الايه القعد بتاعه، احط ميته بس كده. ما الريحه طلعت، وكمان جبت مكعب مرق الدجاج حطيته برضو يدي طعم كده ويدي ايه نكهه كده. طبعا انا ايه كنت غاسله الرز ونقعاه وحطيته. وهي دي طريقتي في الرز البسمتي. ليه؟ عشان ولادي اصلا انا في الوقت ده كنت عامله حبايبي اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، اقل من نص كيلو عشان مش يبقى كتير علينا، عشان احنا التلاتة بس. احنا تلاتة بس، فايه كنت عامله اقل من نص كيلو. طبعا الحله ده طبعا هتبقى مليانه، هتتملي. والرز ايه اللي هو البسمتي ده بي بينطر كتير. فالمهم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا حد من الولاد كان جعان وقال لي يا ماما اعملي لي سندوتش عما الاكل يستوي. كنت انا عايزه اعمله كله سخن في سخن، الرز سخن والبانيه سخن. فعشان كده انا ما طبختش على جيتهم، استنيت اما يجوا وعملت الاكل وهم موجودين. فحد كان جعان قلت اما اعمل بيضه كده على السريع
وايه وياخدوها ياكلوها. طبعا الرز هديت عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا الرز بقى سبته يهدى كده، وبعد كده ايه البانيه يعني ايه هحمر. طبعا ريان كان جه من الحضانة ورهف كمان، قلت بقى اعمل التتبيلة كده. بقسماط، طبعا بقسماط، وجبت بيضة، بيضتين، جبت بيضتين واطلع من البقسماط احطه في البيض، وارجع تاني احطه في البقسماط عشان يديني طبقة كده حلوة. طلع هنا كده تاني واحطه في البقسماط كده، واعمل واحدة واحدة كده. طبعا بتبقى زي الفل ومعاكي حلوة جدا. انا مش مكترة بقسماط، لما ايه بحتاج باخد من الكيس اللي انا جايباه. كيس كده يا حبايبي بيجي ب10 جنيه. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا بحب ان انا ايه ابططه كده، يعني تبقى السمك بتاع سمك البانيه رقيق عشان يستوي معايا. بس كده انتوا زي ما انتوا شايفين كده اكله خفيفه. اولادي طالبينها مني، فانا بعمل اللي هما بيطلبوه بصراحه. يعني لو نفسي في اكله اولادي انا نفسي ابقى اكلها واولادي ما بحبهاش، بصراحه ما بعملهاش. بصراحه يعني في اكلات كتير انا بحبها واولادي ما بحبهاش، ما بعملهاش. عشان كده يعني دايما اكلي محدد. ماشي. طبعا ولاد اليومين دول احنا امنا وابونا معودينا، الله يرحمهم يا رب ويجعلهم في الفردوس الاعلى، يرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. معودينا ان احنا يعني ناكل كل حاجة بصراحة، وكنا تهنينا بصراحة، شفنا العز كله والهنا كله على يد ابونا وامنا. طبعا انا كنت حابة ان انا بقى جنب الاكلة الحلوة دي اعمل لهم شوية حاجات ساقعة كده. انا بجيب الشربات دي، شربات يا حبايبي بخام، وانا بحلها بمية ساقعة وسكر وايه، بصوا مع تلج كده، مكعبات تلج كده فظيعة، بتبقى حلوة جدا جدا. طبعا انا كنت شارية ازازة والتانية كان فيها شوية، فحبيت ان انا اخلص التانية دي واخد من الجديد. فطبعا كنت ايه حابة ان انا اعمل لهم في الكوبايات، انا شاريه لهم كوبايات كده واحط لهم جنب الاكل عشان بعد ما ياكلوا كده يشربوا الحاجات دي، يبقى ايه كلوا كده وشربوا كده وتمام. انا بحب ادلع ولادي شوية، بحب اعمل لهم اللي هم عايزينه. ربنا يبارك فيكم ويبارك في اولادكم يا رب ويهديهم. اهم حاجه ربنا يهديهم، اهم حاجه الهدى. ربنا يهديهم يا رب ويكفيهم شر المرض ويكفيهم شر طريقهم، اولادنا واولادكم واولاد المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا البانيه كنت انا حاطه البانيه، وكنت بعمل ايه الحاجه الساقعه دي جنب البانيه كده عشان تبقى جاهزه على الاكل على طول هم ياكلوا، وبعد كده يشربوا الساقع بتاعهم. جايبه لهم الكوبايات دي كده الواحده ب20 جنيه. بحب احطها فيهم، يعني هما مش بيشربوها كلها، اللي هيفيد هينه برضك في التلاجة، لان هي كبيره، الكوبايه كبيره يا حبايبي، وانا مش بحب ان هما يشربوا ده كله عشان مش يبقى كتير عليهم. بس انا بملاهم، وبعد كده هما بيشربوا بقى ايه على قد ما بيشربوا، وبعد كده بتعين اللي بيفضل بيشربوه بعد شويه. حتى بقى فيها مكعبات بقى، يا سلام بقى، زي العسل، جميلة جدا، مفيدة على فكرة، مفيدة جدا لأولادك، أحسن من العصير اللي بتشتريه من بره. مبحبش العصير بتاع المحلات ده خالص خالص. أنا بحب الحاجة فريش كده في البيت، أو عصير في البيت، مانجا، جوافة بلبن، الحاجات دي كلها أنا بحب أعملها لولادي برضو. وبعد كده بقى إيه خلاص كان البانيه بدأ يخلص والحاجة بدأت تخلص والإيه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. طبعا يا حبايبي الأكل كان بدأ يخلص بقى والإيه، وخلاص جه وقت الغدا. تعالوا اتغدوا معانا. يا رب يكون دايما مفيدة، يا رب أكون بفيدكم لو بمعلومة بسيطة، يا رب أكون بفيدكم لو بذرة أو معلومة بسيطة صغيرة. يا رب دايما أكون خفيفة على قلبكم. ما تنسوش بقى لأختكم اللايك عشان بيفرحني وبيشجعني، والاشتراك الجميل منكم. والسلام عليكم.